في الحلقة السابقة من حكاية ضرير شاهدنا كيف تم طرده من جيش ملك الشياطين بسبب ضعفه وعدم قدرته على استخدام السحر. عندما غادر صادف ماريكا التي كان يطاردها وحش القرد، وبالرغم من ضعفه تدخل ونجح في إنقاذها، وثم أعجبت به ماريكا واصطحبته إلى قريتها التي تسمى لوك واستضافته في منزلهم. وثم أخذ والد ماريكا يعلم ضرير كيف يستخدم السحر، واكتشفنا أن ضرير يمتلك هالة سحرية فريدة من نوعها. ومع تطور الأحداث رأينا كيف نجح ضرير في استعادة منجم المتريل الذي كان قد تم الاستيلاء عليه من قبل جيش ملك الشياطين. وفي هذا الأثناء يظهر باسبارزا وهو يجري محادثة مع الببغاء الذي يعبر له عن إعجابه، بيقول أنه يبدو رائعا أكثر من أي يوم مضى. يرد باسبارزا: أنا أعرف ذلك، ولكن الببغاء يصر على أنه أعظم عبقري في الأكاديمية بأكملها. ثم رد باسبارزا بإرهاق: أنا تعبت من سماع هذا، سأحاول أن أعلمه عبارة أخرى. في ذلك الوقت دخلت زيبيانس وأردف باسبارزا قائلا: معلمك أن تستأذن قبل الدخول، لكنها تخبر بأن تريد أن تقول إليه شيئا مهما. ثم يخبرها بأنه في منتصف صنع سلاحها السحري يستخدم المتريل كمادة أساسية، ثم يدمج العناصر السحرية معا لتخزين الطاقة بقوة أكبر. زيبيانس تردد قائلة: لكن هذا سيحتاج كمية جدا كبيرة من المتريل. لكن باسبارزا يخبر بأن ليس هناك إشكال من هذه الناحية، لأن العمال سيوفرون كمية متضاعفة ب4 مرات. ولكن تقول: لا، خلاص يا باسبارزا، ما في داعي لهذا الشيء، لأن منجم المتريل سرقوها البشر مننا. باسبارزا انصدم: لا، كيف هذا مستحيل؟ تقول له: طول بالك شوي، لساتني جايب لك الخبر المهم، في واحد قدم شكوى ضدك. باسبارزا رد قائلا في صدمة: من هذا اللي جرى وقدم شكوى ضدي؟ أنا راح أطردها من جيش ملك الشياطين. ردت قائلة: طول بالك شوي، هذا ملك الشياطين نفسه. باسبارزا انصدم. ثم ينتقل المشهد ويظهر باسبارزا واقفا أمام ملك الشياطين، ويبدو أنه عرف أن المنجم المتريل لم يعد بحوزتهم. يقول أنه كان يهدر كل المتريل بصنع القنبلة خاصة. باسبارزا رد قائلا في رعب: بس أنا كنت أطلب منهم 4 أضعاف الكمية المطلوبة علشان أوفر لك المتريل للملحقات. ملك الشيطان بيقول له: لكن طلبك كان مستحيل، أما الملحقات كانت مجرد حيلة مني علشان تبطل صنع تلك القنبلة. دائما أحاول أني أكون لطيف علشان لا أجرح كبريائك، بس أنت أغبى بكثير مما اعتقدت. تعرف أنك قرفت خطأ فادحا جدا ولازم تصلحه هنا والآن. يلا الحين اعتذر. يلا ايش فيك؟ لما الواحد يخطأ لازم يعتذر، مو هيك؟ بالفعل باسبارزا بيقول له: أنا آسف. ورد قائلا: لقد أصبح الأب أكثر ذكاء وراح تحتاجه كثيرا. أفتكر أن كان اسمها ضرير صح. ظهرت الدهشة على وجه باسبارزا وتابع: الحين يمكن أن نقول عليه أنه صار شخص موهوب، إنه ذكي ولطيف كمان، كما أنه كان سبب في أن أبوك كان واحد من أفضل الجنرالات ال4. والدك كان جدا محظوظ لأنه جعل واحد زي ضرير يخدمه. في هذه اللحظة نرى أن باسبارزا مشتعل من قوة الغضب. ثم رد قائلا: خلاص كلام، يمكنك أن تغادر الآن. والآن نرجع عند ضرير اللي بيكون جالس بجانب الآنسة ماريكا، وأخبرته أن أول مرة ترى قرية لوكس مفعمة بالحيوية والنشاط. ضرير بيقول لها أن القرية ستصبح أكثر نشاطا لما يبدأ يزورها أناس جدد من مناطق مختلفة. ردت قائلة ماريكا: أنا عايزة أشوف أولادنا بيكبروا هنا في أقرب وقت ممكن. ماريكا تحمست جدا وبرهنت إلى ضرير أنها تحبه وتريد أن تكون زوجته. من بعدها ضرير استأذن منها وغادر قائلا: شكلها تحمس جدا وبدأت تخبص في الحكي. من بعدها يدخل وسط تجمع الناس ونلاحظ أن جيسيتا غاضبا جدا من المغامرين دخلوا قرية لوكس الثو. ضرير بيقول له: طول بالك شوي يا جيسيتا. رد قائلا مشيرا بإصبع نحو هؤلاء المغامرين: لكنه يا أخي بيقول أننا نحن مغامرون الريف، أننا مغامرون مزيفون. بعدها رد الرجل معتذرا وأخبرهم بأنه قائد مغامرين منطقة تدعى كامبل ذون ويدعى فيتو. أردف قائلا: سمعت أنكما المغامران الوحيدان في قرية لوكس. ضرير رد قائلا: نعم صحيح، على الرغم من أنني مجرد مغامر مبتدئ. فيتو رد قائلا في سخرية: هكذا إذن مستواك هو دي صحيح؟ وتابع: أنا سمعت أن واحد منكم استعاد منجم المتريل، يا ترى ايش هي الخدعة اللي سويته؟ ضرير رد قائلا: كنا محظوظين بس. رد: ايوه اعرف ذلك، ما يحتاج لانكما من رتبة ذي. جيسيتا على الفور فقد اعصابه. الرجل اعطاهم بظهره وغادر قائلا في سخرية: حين راح نتولى كل الاعمال المتعلقة بمنجم المتريل، اما انتم خليكم في وظائفكم الغريبة. وهردف قائلا: ابقي ذلك الشاب غير محترم مقيد برباط متين. ضرير رد قائلا: انتم ذهبتم لمطاردة وحش منجل الموت صح؟ رد قائلا في غرابة: أنت تعرف عن هذا الأمر؟ أيوة تمام، لقد وصل إلى منطقتنا وسمعنا أن مغامرون منطقة كامبل دو حاولوا محاصرته لكنهم فشلوا، بعدين هرب إلى قرية لوكس. حضرتك منجل الموت اللي أنتم فشلتوا في القضاء عليه أول شخص رصد ظهوره هو هذا الشخص، عشان كذا ما يحتاج إلى التقييد. هيا بنا يا جيجتا. وأدار بظهره. جيجتا بيقول لهم: أيه كلامه صحيح، والشخص اللي قضى على وحش منجل الموت هو أخي داريلا. المغامرين انصدموا، وثم أردف فيتو قائلا في صدمة: هل ما سمعته صحيح؟ أنت قمت بهزيمة منجل الموت ولوحدك كمان؟ لقد انبهر كل المغامرين ولم يصدقوا أن مغامر واحد قام بالقضاء على وحش منجل الموت. كلهم ينظرون إلى ضرير في ذهول كبير، لقد أصبحوا معجبين بضرير جدا وأخذوا يحتفلون به بطريقة جنونية تظهر الغيرة على وجه فيثو. في ذلك المساء أقيم عشاء كبيرا في منزل ماريكا. جيسيتا يخبرها عن المغامر فيثو بأنه أساء بكلامه إلى ضرير. ردت قائلة وهي غاضبة منها الحقيرة للجرة يهين ضرير، راح أخليه يندم على اليوم اللي انولد فيه. وجيسيتا يشجعها: يلا يا جدعة أنا عايزك تخلصين عليه. ضرير بيقول له: خلاص بقى يا جيسيتا. ضرير يمسكها ويحاول أن يهدئ أعصابها لكن شكلها غاضبة.
لكن تتلاشى أعصابها عندما تذكرت أن الطعام سيحترق. تنتقل الأحداث إلى اليوم التالي، والسيد بيستفريد يخبر ضرير أنه يريد أن يتفاوض مع المنقبين، ولأن المنقبين كانوا خايفين منه لم يقدر أن يتواصل معهم. بيقول له أنا عارف أنك الشخص الوحيد اللي بيوثقون فيه المنقبين. بيقول له أريدك أن تعمل وسيط لدينا عشان تعدي المفاوضات بدون مشاكل. ضرير رد قائلا ماذا إذا فشلت المفاوضات؟ إيش راح يحصل مع المنقبين؟ بيقول له تعاون المنقبين معنا جدا مهم بالنسبة لنا، بس حنا مش عايزين نجبرهم على حاجة هم مش عايزينها. علشان هيك حين نتمنى أنك توافق أن تساعدنا. بالفعل لقد وافق ضارر وأتى معه إلى منجم المتريل، وأخبر المنقبين بأن لا داعي للخوف من سيد بيستفريد، هو فقط يريد أن يتحدث معهم. بالفعل لقد جعلهم يوافقون أن يصغوا إليه، وثم ترك السيد بيستفريد معهم داخل المنجم. وما إن خرج حتى وجد هؤلاء المغامرين ينتظرون سيدهم بيستفريد. فيتو رد قائلا سمعت أن الإدارة جاءت لتطلب خدمتك شخصيا. ضرر أي صحيح، ماذا عنكم؟ رد قائلا زي ما انت شايف حنا في مهمة حراسة شخصية للسيد بيستفريد. وفجأة صوتا من السماء يتحدث ويطالب المنقبين بالعودة إليهم لأن ملك الشياطين سامحهم. ضرر بيقول هذا الصوت مألوف لدي. يتحرك بسرعة في اتجاه الصوت، لقد تفاجأ أنهم جنود ملك الشياطين. الجنود يخبر سيدهم أنه مغامر، وثم يستخدم السحر ويحذر بالانسحاب. وما إن تلاشى السحر حتى ظهر أنه داريل. الولد انصدم ضرير ثم يجري نحوه وعانقه بشدة. بيقول له كنت خايف عليك جدا، تعرف ان الدنيا تخربت لما رحت. بيقول له ارجوك اخبرني بكل شيء. ضرير اردف قائل مع نفسه طلب مني اخبره بكل شيء بس مش راح اقدر، ويشرح له بانه مش كان قصده يهينه بكلام عندما طردوه من جيش ملك الشياطين، هو فقط اساء فهمه. ضرير رد قائل مع نفسه اعتقد ما فيش عندي خيار ثاني، لازم اخبره بكل شيء. بيقول له مش انت الغلطان يا ريزيتو، هو زي ما انت شايف انا بشري. ريزيتو في صدمة ماذا؟ بيقول له أرجوك خلي الموضوع سر بيننا ولا تخبر أي أحد. بيقول له خلاص ماشي. ضرير أردف بالمناسبة إيش جابك لهنا؟ بيقول له أنه تلقى أوامر من ملك الشياطين علشان يصلح الخلافات بينهم وبين المنقبين، وبعدها يقترح عليه العودة إلى جيش ملك الشياطين. ضرير رد قائلا أنا قلت لك قبل كده أن هذا الشيء مستحيل لأنني إنسان، بعدين ليش راح أرجع دام أن كبير الضباط طردني؟ زريتو بيقول له أنت مش عارف أن في من هؤلاء الضباط لا عايزينك ترجع بما فيهم ضروري، كانت تبحث عنك طول الوقت، بعدين حتى لو كنا من أعراق مختلفة أنت راح تبقى صديق المقرب، بليز عد إلينا. ضرير بيقول له آسف أنا أقدر شعورك بس مش راح أقدر، في هناك أشخاص أووني يوم طردوني من جيش ملك الشياطين والحين أنا عايز أرجع لهم المعروف. ريزيتو بعد ذلك يستخدم قوته ويقوم باحتجاز ضرير وأردف قائلا أنا آسف راح أرجعك حتى لو اضطررت أن أستخدم القوة، حنا بأمس الحاجة إليك. بس ضاري بقوة يتمكن الخروج بسهولة من الاحتجاج مما جعل ريزيتو مصدوم. ضاري بيقول له عندي لك فكرة كتير حلوة راح تعجبك، إيش رأيك نبيع لكم المترو وننهي هذه الخلافات؟ بالفعل أخذ يناقش السيد بيستفريد عن هذا الأمر، يخبره بأن ريزيتو جاء بالنيابة عن كل الشياطين علشان يعقد هذه الصفقة. بيستفريد رد قائلا بس ده وقتنا علشان نستعمل المتريل أليس كذلك؟ ضاري بيقول له أيوة صحيح، بس نقص المتريل بالنسبة للشياطين يمثل مشكلة خطيرة لهم، عشان هيك راح يضطرون يجوا علشان يسترجعون منجم المتريل، وأكيد البشر مش راح يسكتون على هذا الشيء، وأكيد راح تحصل اشتباكات عنيفة وده شيء سيء بالنسبة للطرفان، وعشان هيك لازم نحل الخلافات عن طريق التفاوضات، والمبلغ اللي راح نتفق عليه لازم يكون مضاعف ب4 مرات. السيد بيستفريد انصدم من هذا المبلغ، بيقول لأنه مبلغ جدا كبير. رد ريزيتو قائلا احنا عايزين نجدد امداداتنا بالمتريل بأسرع وقت، وأنا بشوف أن هذا حل مناسب، احنا مش عندنا مشكلة في دفع هذا المبلغ. بيتو يعارض هذا القرار ويخرج سلاحه ويتهاجم على ريزيتو، لكن ضاري تدخل وتصدى له، بيقول له المتريل امر تافه علشان هيك مش محتاجين نسفك الدماء من اجل شيء تافه. بعد قام السيد بيستفريد بتوبيخه، بيقول له الخدمات التي طلبتها منك هي المرافقة والامان ايها الوقح، وان تتدخل في شؤون سياسية ليست مهمتك. وبعد ذلك تم اتمام الصفقة بنجاح. المهم بعد ذلك اوكلوا الى ضرير مهمة تجديد ورشة حداثة المتريل الموجودة في قرية لوكس، وما ان وصل للورشة حتى تفاجأ بفيت يعمل على تجديد ورشة المتريل. ضرير رد في صدمة، لكن السيد بيستفريد طلب هذا الأمر مني أنا. فيتو رد في سخرية، سيبوا لنا هذه الأعمال أنتم بس اكتفوا بتجهيز لنا الأكل، هي له من شخص متعجب. المهم تأتي ماريكا بعد عند ضرير وهي تصارخ، بتقول له أرجوك ساعدني. ضرير سألها في تعجب إيش فيه، تخبره بأن هناك مسن يزور القرية تحرش بها. ننتقل عند العجوز الغبي، انظروا ماذا فعلت به ماريكا. بيقول لها إيش فيك يا بنت، كانت لمسة يد فحسب. ضرير رد قائلا أنت تجاوزت حدودك يا وقع. العجوز رد قائلا تحسبين أني راح أخاف من مغامر فاشل زي ذا؟ ماريكا استشعرت غضب لأنه نعت ضرير بالفاشل، لقد كانت تريد أن تلقنه درسا بس ضرير مسكها حتى لا تتصرف بتهور، لكن العجوز أصر على أن ضرير شخص فاشل، لقد حكم عليه من ذلك السيف الذي على خصره. بس ماريكا تخبر أن حتى بهذا السيف ضرير قوي جدا. العجوز استغرب ومسك يد ضرير علشان يتأكد إذا حكيها صحيح ولا لا، وما أن مسك بيده حتى تفاجأ بهالة مرعبة تخرج من جسد ضرير. العجوز انصدم وتأكد أن بالفعل ضرير يملك قوة غير عادية. بيقولوا أن هذه أول مرة التقى بشخص يملك مثل هذا النوع من الهالة
الهالة. ويتضح لنا بعدها أن اسم العجوز ذا هو سميث. بيقول لهم أنه صانع أسلحة المتريل لقد أتى إلى هنا حتى يشتغل في ورشة المتريل، بس ماريكا وداريل لم يصدقوه، وده لأن اسمها غير معروف. قالوا له بما أنك أشهر صانع أسلحة لازم تكون معروف على الأقل. وده حتى ولد ماريكا طلع مش بيعرف العجوز ذا، أردف قائلا أنتوا عم تشكون فيني ولا كيف؟ وثم قام بتوثيق لهم ذلك بورقة الوظيفة خاصته، وأخبرهم بأنه جاء بناء على طلب النقابة المركزية. بالفعل داري صدق بعدما قرأ الورقة وأردف قائلا طيب الحين خذوني إلى ورشة حدادة تبع المتريل. داري رد قائلا معليش بس أنا آسف مش راح أقدر، وده لأن الورشة حاليا بين يدين مغامرون كامبلدون ومش راح يسمحوا لنا بالدخول إليها لأنهم أعلى منا رتبة. العجوز سيث رد قائلا أنت خذني بس بعدين أنا عارف كيف أتصرف. بالفعل أخذه داري إلى الورشة. هنا بدأ العجوز يستخدم حيلته لإقناع فيتو. بالفعل لقد انطلت عليه حيلته وفيتو وافق غصبا عليه بس عشان ينفك من ضجيجه. يا له من عجوز بارع في التمثيل. بعد ذلك ينتقلون داخل ورشة حدادة المتريل ونشاهد أن كل العمال يعملون بجدية. أما العجوز سيث بيكون جدا مبسوط بعد ما أخيرا قدر يلمس المتريل، حتى فجأة فشل واحد من العمال في إذابة المتريل. العجوز سيث أردف قائلا يا لهم من فشلاء لا يعرفون أن هذه المواد الجميلة تتطلب شخصا بارعا. وثم أخذ يوريهم الطريقة الصحيحة للتعامل مع حجر المتريل، يخبرهم أن لازم تكون درجة حرارة النار متوسطة، يعني لا مرتفعة ولا عالية حتى لا يتحول المتريل إلى رماد. وعندما يصبح المتريل ساطعا هكذا يجب تحديد نقطة الضغط التي تختلف من قطعة إلى أخرى، وإذا لم يتم تحديد مكانها أولا سينتهي الأمر كما حصل سابقا، ولذلك يجب تحديد نوع السلاح الذي سوف يتم صنعه من البداية. ثم طبق الأمر بالشرح العملي ويصنع سلاحا مذهلا ثم يمده إلى داريل بيقول له أنا عايزك تربطها مع هالتك. بالفعل داريل بفعل هالته والسلاح استجاب إلى قوته ويقوم بتجربته وقام بقطع تلك الشجرة بسهولة. في نفس ذلك الأثناء جاء فيتو يعتذر من العجوز على سوء معاملته السابقة، بيقول أنه لم يكن يعرف أنه صانع أسلحة بارع، بس العجوز بيرد عليه قائلا اعتذارك ذا غير مقبول لأنك واحد مغرور بقوتك. وثم سابوه مشيوا وسار بعدها مع داريل الذي بدأ بالفعل يشعر بالعياء. وفجأة العجوز سيث يخبر أن حان الوقت حتى يستعيد سلاح المتريل. داريل رد قائلا في غرابة أنت ما أعطتني السلاح ولا كيف؟ بيقول له هات السلاح ولا تكون سخيف، أنت مش مناسب لهذا السلاح بالمرة. بعدها يخبره العجوز سيث بأن عنده حلم واحد وهو أن يصنع سلاح متريل يكون فريد من نوعه. المهم ينتقل المشهد إلى داخل الورشة ويتفاجأ داريل أن العجوز سيث جلب إلى داخل الورشة فرن متريل سحري، لكن حتى يعمل هذا المتريل يحتاج لتفعيل تعويذة. هذه التعويذة بس الشياطين اللي يمكنهم استخدامها. بيقول أنه يحتاج بس يعمل هذا الفرن ووقتها راح يكون قريب جدا من تحقيق حلمه. وداريل بعدها جاءته فكرة وقام بعد ذلك باستدعاء ريزيتو وأخبره بأنه يريد أن يسخر لهم بقوته لتفعيل الفرن السحري. ريزيتو يخبرهم بما أن الطلبات من عند داريل سوف يوافق عليه لكن فقط لمرة واحدة لأنه لا يستطيع المساهمة في الإنتاج الضخم للأسلحة الصالحة للبشر. يخبر العجوز سيث بأنه لن يصنع كمية كبيرة من الأسلحة، سيصنع سلاحا واحدا فقط وهذا السلاح سيكون فريدا من نوعه يتناسق مع هالة داريل الفريدة. رد داريل قائلا في غرابة ألم تقل في ذلك الوقت أني مش مناسب للسلاح المتريل ده؟ رد العجوز قائلا إيه صحيح، وذلك لأنه كان مجرد نموذج تجريبي فحسب. بعدها ريزيتو بدأ باستخدام تلك التعويذة وفي نفس ذلك الأثناء يخرج داريل يحضر الكحول إلى العجوز سيث. وما إن خرج حتى التقى فيتو الذي أخبره أن النقابة المركزية تحاول خداعه والاستيلاء على منجم المتريل. يخبره بما أنه هو الذي استعاد منجم المتريل كل الأرباح لازم تكون ملك قرية لوكس لوحدها. داريل رد قائلا أنت إيش تقصد بالضبط؟ ثم يقترح عليه أن يتعاونوا مع بعض ظنا منه أن قرية لوكس ضعيفة للغاية ولن تقوى على القتال لوحدها، لكن مع وجود بلدة كامبلدون إلى جانب قرية لوكس ستكون قادرة على القتال. بيقول له طيب خلينا نبدأ في التفاوض، لكن داريل رفض. يخبره أنه لا يمكن الوثوق في شخص أذى الكثير من الأشخاص الذي يحبهم. فيتو بعدها استشاط غضبا وخلع واحد من قفازاته والقاها على الأرض ثم طلب من داريل أن يلتقطها بيده. أراد استفزازه بهذه الطريقة لكن داريل لم يعبأ بذلك وقد التقطها بيده ثم أعطاه بظهره وهم بالمغادرة وأردف قائلا راح استناك بكرة في ساحة القرية. يعني فيتو تحدى هكذا في مبارزة جائزتها منجم المتريل، يعني إذا فيتو فاز في هذه المبارزة سيصبح منجم المتريل لصالح بلدة كامبلدون، لذلك يحتتم أن يفوز داريل في هذه المبارزة التي تجمع بين صاحب رتبة بي وصاحب رتبة ذي. إنه أشبه بنزال بين قط وأسد، هكذا قال والد ماريكا، والذي سينسحب من المعركة يعتبر خاسرا. على الرغم من ذلك اقترح والد ماريكا إيقاف المعركة ظنا منه أن داريل ليس له فرصة في الفوز في هذه المبارزة، بس داريل لم يوافق على الانسحاب
وأراد أن يقبل التحدي ويخوض هذا النزال ويدافع عن منجم المتريل. يأتي بعد ذلك العجوز سيث وأخبرهم بأنه سوف يعلم ضرير كيف يستخدم سلاح المتريل. في نفس ذلك المساء بيكون ضرير يتدرب على الرماية وتأتي إليه ماريكا وبيدها كوب من الشاي العشبي ويجلسون بجانب بعض وتسأله هل هو حقا يرغب في خوض هذه المعركة. ضرير رد قائلا أيوة أنا أرغب في خوض هذا النزال وأنا فرحان جدا بهذا القرار ومش راح أتراجع عنه أبدا. ماريكا تخبره بأنها غدا سوف تحضر عشاء فخما لذلك يجب أن يفوز بالنزال. وفي هذا الأثناء يحين وقت النزال المنتظر الذي سوف يجمع بين ضرير وفيثو والذي أخبره بأنه لم يتوقع أنه سوف يقبل هذا التحدي ولم ينسحب مثل الجبناء. ثم أخرج أسلحة المتريل خاصته والتي تم تطويرها إلى التو. ضرير أيضا يخرج سلاحه مما جعل فيثو يسخر منه. بيقول له أنا اللي كنت أتساءل عن أي نوع من الأسلحة كان سيصنع لك ذلك العجوز، لكن بالنهاية إنه مجرد السكين. لم يكتفي عن السخرية وأردفها. أنا مستعد أن ترك حتى تجلب سلاحا مناسبا للقتال. وما انتهى من الكلام حتى تفاجأ بالحطام يتناثر منها. لقد كان مجرد تحذير من ضارر يندفع نحوه بالهجوم، ولكن مع مين ضارر لم يفسح له أي مجال وانقض عليه يحطم ذراعه. فيثو انصدم. بنعرف بعد أن سلاح ضارل يمكن تغيير شكله وذلك عن طريق تمرير الهالة فيه. يخبرهم العجوز سميث أن مع هالة ضارل الفريدة لا توجد حدود الأشكال التي يمكن أن يتخذها هذا السلاح. في هذا الأثناء نال ضارل من كل أسلحة فيثو ويخبر أن عليه أن ينسحب لأن لا يمكن أن يتابع النزال من دون سلاح، لكن يفاجئ الجميع ويخرج سلاحا آخر وهو يقوم بالهجوم مجددا، لكن ضارل لم يعطيه فرصة للهجوم وختم المعركة بضربة قاضية. أخيرا ضارل فعل وفاز بالمعركة، لكن كان يشعر بالعياء وفقد توازنه وكاد أن يسقط لولا أن ماريكا أمسكت به. وفي هذا الأثناء يأتي السيد بيستفريد ويعتذر من ضارل على الفوضى التي تسبب فيها فيثو وجنوده. بيقول أنا آسف من جد راح أعاقبهم. ضارل بيقول له بخصوص العقاب أنا أريدهم فقط أن يساعدونا في إصلاح المنازل التي تدمرت أثناء النزال، مما جعل السيد بيستفريد يتفاجأ وأردف قائلا بس كذا؟ ضارل أيوة بس كذا. ودل أن الجميع يفعل بما يراه مفيدا لبلدته وأصدقائه. بعدين كل من الطرفان ساهم في حدوث هذه المشاكل. السيد بيستفريد أردف قائلا صراحة أنا لا أريد أن تفقد ثقتك فيه بعد هذا الشيء الذي حصل، لأنك الوحيد الذي قنع المنقبين وصلح الكثير من الأمور التي عجز الكثير مننا أن يصلحها. ثم يقترح عرضا على الضرير وهو أن يذهب للعمل في النقابة المركزية. ينتقل المشهد إلى داخل الصونة ونرى ضرير وهو يفكر في كلام السيد بيستفريد عن العرض الذي قدم له للعمل في النقابة المركزية. يخاطب نفسه قائلا هذا عرض ثمين، أي شخص بيتمنى، أو ربما أجد والدي هناك. وفجأة دخل عنده شخصا إلى الصونة، لقد ظن أنه جثة وثم لمس ماريكا بالغلط. ضرير انصدم لأنه لم يكن يعتقد أنها ماريكا.